بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا وبكفوف وإن شاء الله من حوض ويروينا. صلوا عليه يا حضار، وش راكم أخياتي وش راكم بنياتي؟ إن شاء الله يا ربي يلقاكم الفيديو هذا نتاعي بخير على خير، ويلقاكم صحاح ومتهنيين وربي يهنيكم ويهنينا. تبعيني حنونتي كالعادة والعوايد الكوزينة. بصح اليوم حنونتي معليش راح ندير معاكم وصفة قاش أخرى ولا طاجين ولا وصفة راح ندير معاكم حنوناتي كوريات الطاقة. كوريات الطاقة هذو تسمى لواش ملاح. دوك حنونتي نذكروا المقادير ومن بعد نقول لكم لواش ملاح. لان حنونتي انا جبت الزبيب كيما وحنا لكحل هذا. جبت يوم المهم حوالي كاس حنونتي. تفتي هكذا كيما حنا طراف طراف، لانه يا اخي الزبيب الكحل يعني كبير. وتجيبي بنفس الكميه حنونتي الزبيب الاصفر، تجيبي حنونتي بنفس العباره ججلانيه. ججلانيه تسمى بيضه، ما تجيبيش هذيك المقليه. وتجيبي حنونتي نفس الكيلان تانية ثاني جوز وكاوكاو ولوز. المهم حنونتي يعني المكسرات حنونتي اللي تقدري عليهم جيبيهم، قالش اخرى كل منين تزيدي تسمى تزيد الفائده. من بعد حنوتي ثاني تزيدي جيبي كيلة نتاع تمر. ماذا بك يكون التمر هذا كيما حنا الطري هذا كيتسمى باش تقدري كيما حنا تعجني تلمي العجينه نتاعك. واذا كان مثلا ما تلمتلكش بالتمر هذاك المبلول، تقدري تلميها بالرب التمر ولا ديبس التمر كيما نقولوا حنايا، ولا بالعسل. مهم كي تخلطي المقادير نتاعك وتشوفي. انا المهم لهنا جبت حنونتي الكيله هذيك نتاع التمر، يعني هي شويه طريه كيما نقولوا، وزدت طريتها بشويه ماء. ومن بعد رحت حنونتي ضربتها بالميكسر تسمى هكذا لهنا باش تجيني هكذا كيما حنا كي الكريمه باش تلملي المقادير هذوك الكل. لانه تسمى مثلا عندك التمر شويه تسمى ماشي طري، تقدري تلمي بالدبس نتاع التمر، ولا كيما حنا الروب نتاع التمر. ولا ما عندكش الروب نتاع التمر تقدري تلمي بالعسيله. قصدي العسل يعني الحر، يعني هذا هو كيما حنا نص بنص. المهم حنا دلوقتي دوك نبداو في المقادير. قلنا جيبي التمر هذاك اللي رحيتيه، زيدي له كيل، المهم كليات اللي درتيهم كل كيلة نتاع الزبيب الكحل هذاك، وكيلة نتاع الزبيب الاصفر. ولهنا حنونتي الججلانيه ما تقليهاش، ديريها تسمى هكذاك بيضه. يعني انا المكسرات تسمى كي نعود نديرهم هكذا في وصفه صحيه ما نقليهمش، لانه كي نقليهم تسمى الفايده نتاعهم الكل تروح، يخرجوا تسمى الزيت هذيك والفايده نتاعهم تروح. وما يعني يقول لك تسمى ما يجيوش بنان، بصح كيما حنا نراعيو للفايده ما نراعيوش للبنه. دوك حنونتي انا هذوك تسمى لوحتهم هكذاك. وهذا المكسرات هذا نروح حنونتي نرحيهم كيما قلنا في الخشين، ما ترحيمش كيما قلنا سورتو. الجوز تقدري يعني تكسريه يعني غير هكذاك بيديك. واللوز والكاوكاو اكيد راح ترحيهم وكيما قلنا ترحيهم في الخشين. شوفي حنونتي على واش تحصلنا هاني سمعنا. انا يعني للامانه ما زدت لا الرب ما زدت لا العسيله. سما هذاك التمر كي رحيته مع قلت لك مشبخته في شويه ما سما التمر تاعي اصلا طري في ذاته. ويعني لم لي المكونات. واذا كان انت مثلا التمر نتاعك انت ما لملكش المكونات، تقدري تزيدي له العسل، اكيد العسل الحر ولا ربع التمر. المهم انت تكوري هكذا كوبيرات. واذا كان مثلا بغيتي تخليها هكذاك وتاكلي كيما حنا بالمغرف، مغرف الصباح مثلا. ومغرف يعني في الليل هو يعني اللي كيما حنا باقيه وتحب تسمى كيما حنا هو يعني الموسيقى هذو خلينا نعرفوهم في الليل والحلويات تسمى شويه يسمنوا. اذا كان بغيتي ديري تسمى الصحيين ديريها الصباح، كليها الصباح. من هكذا ان شاء الله جاي رمضان حنو انتي قاش اخرى عندك فقر الدم وقاش اخرى وتجيك الفشله وتجيك الدوخه وتحسي حنو انتي هكذا. المهم بالفشله ان شاء الله يا ربي كي ديري الكوريات هذو كما يقولوا تعقبي النهار قاش اخرى الاز كما يقولوا البنات تاع الوقت هذه، يخليوك ان شاء الله تعقبي نهارك يعني وتعقبي صيامك مرتاحه. وتقدري كيما حنا تقراي الورد نتاعك وتصلي كيما حنا ركعاتك وتكملي الفطور نتاعك على احسن وجه ان شاء الله. المهم حنا دي قلنا كوريات الطاقه يخليكم ان شاء الله تعقبي نهار صيام بون فورم كما يقولوا. وما تنسيناش حنوناتي ديما نقول لكم ما تنسايش تبارطاجي هذا الفيديو هذا يوصل لعدد كبير من المشاهدين، سما العائله نتاعك واصدقائك والفاميليا، سما باش تعم الفائده وتوصل لعدد كبير من المشاهدين. وديما نقول لكم حنوناتي ما ننساوش اخواننا العرب بالدعاء، وما تنساوناش برحمه الوالدين فضلا وليس امرا.
فرجوا حناتي الفيديو للآخر باش تعم الفائدة. وختام للفيديو، صلوا على رسول الأنام والسلام.